سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لفريق النصر في مرمى الشباب بالدقيقة 59 خلال اللقاء المقام حاليا على ملعب الأول بارك في دوري روشن السعودي. وكانت المفاجأة عندما احتفل رونالدو بالهدف بالسجود على أرضية الملعب وسط الزملاء الذين هللوا لسجود كريستيانو رونالدو. وتقام المباراة المشتعلة جماهيريا ضمن فعاليات الدوري السعودي للمحترفين. وأصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر لا يمتلك فرصة سوى الدوري السعودي، حيث أنه فشل في تحقيق الألقاب مع العالمي، ويسعى لحصد لقب الدوري المحلي من أجل التأهل لبطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.